أنا عم ماهر الله يديلكم العافية افعلوا خير فيني كفيني السكر مع منطضي من كثر العواد اللي من عد الأنا من طايحني شرف علي يا ابني من افتريحني شرف قوتي في الباب مراعية ما يقولوا ذا ماهر قبل كفيني مع منطضي قد السكر قد الضغط فيني الحمد لله اللهم لها الحمد. أنا أشد يفسر قضيتي على ابني هذا. ما هي قضيتش؟ ابننا ضايع ابننا نستخطف معاه على طلعت التين اشتي ماهر اشتي ابني. كيف خطفه كيف؟ ان شاء الله هو سيارة لقينا كل شيء لقينا والولد ما بحد. مع من لقيتوها؟ معاه على طلعت التين من في سعوة تعرف الغربة حق سعوة. ايوه ما قال لكم اين الولد؟ اشتريتها انا لقيتها انا بعتوها انا من تركتها من بيخبط الرجال ما ضايع ترك من مرة. ايوه لقينا دوانة لقينا ملابس كل شيء لقينا بطاقة الولد لقينا الغلاف حق التلفون لقينا. مع من؟ معه في شنطته مع طلعت التين. في الشنطة حق عطلات الزيتي؟ أيوة. أين في بيته داخل بيته. داخل بيته على طلعت التين. طلعت التولة تدور ولقوها التولة. طلع دقم على ما هو في ساوى. طلعت التين هذا ظالم يا خلق الله ظالم قاتل. أنا أشتي ابني أفترق. كم له؟ 18 سنة. وأبو ماهرينو؟ الله يرحمه مات في ساعة جلطة جده. ثاني آخر جلطة جده وسط المحكمة متدنا له في وجهه إلا ميت وسط المحكمة. أنا شفت وضر العب يفترون يربون لا يفلتون يفتروا لا ماهر يفتروا على حلا قفيني السكر قفيني كل شيء. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. وين العدالة في قضية الأخ ماهر الفقيه؟ أم فقدت ابنها منذ أكثر من 18 عام وهي تذرف بدل الدموع دم، وأب مات قهرا على ابنه المفقود جثته منذ أكثر من 18 عام. وين العدالة؟ وين الإنصاف؟ معنا أخو الأخ ماهر الفقيه طبعا بيشرح لنا القضية، وهذه أم الأخ ماهر الفقيه بيشرحوا لنا تفاصيل القضية. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية ماهر الفقيه، قضية اختفاء ماهر الفقيه. اختفى أخي ماهر بسيارة دكس إجره في عام 2007. تم تعميم البلاغ عن اختفاء أخي والسيارة في إدارة البحث الجنائي، وبعد شهر من الاختفاء تم العثور على سيارة التاكسي التابعة لأخي جوار قسم الوحدة في المدينة السكنية وهي مع عدد الأشخاص. تم ضبط الشخص هذا وتم إيصاله إدارة البحث للتحقيق معه عن مصير أخي. أثناء ما حققوا محكم خرج ورقة بيع واشترى السيارة أخي ب1,000,000. من هو هذا الشخص؟ هذا المتهم الذي تم ضبط السيارة معه. ايش اسمه؟ اسمه عبد الله علي أحمد عزتي من خربة سعوان. تم تحويل الورقة هذا الورقة البائعة لقدم الغريب ورقة عادية ليست في معرض. تم تحويلها إلى المعمل الجنائي للفحص والمقارنة بين الخط والبصمات. بعد ذلك رجع الرد بأن البائعة مزورة البائع والمشتري وشط بصمة الغريب نفسه. بعد مواجهة المتهم بتغيير المعمل الجنائي اعترف بالتزوير أنه يزور الورقة هو خوفا من والده. وبعد ذلك اعترف بالسرقة، قال انه سرق من جوار مستشفى الحرمين في المدينة السكنية. بعد هذا الاعتراف تم تحويل القضية إلى محكمة منيبة شمال أمانة بقضية سرقة. أنا مبلغ عن اختفاء أخي وسيارة. تم الانتقال من رجال البحث وشرطة نسائية إلى منزل الجاني إلى خربة سعوان لتفتيش المنزل. وأثناء التفتيش وجدوا صندوق قديم من حق الذخيرة، فتم فتح الصندوق هذا فوجدوا بطاقة أخي ورخصته داخل الصندوق. في منزل من؟ في منزل الجاني في خربة سعوان في منزل المتهم عبد الله علي أحمد عزتي. تم إيصالهم إلى إدارة البحث محضر، وباقي الجنبية حقيقي تم مشاهدتها في خانة السيارة. العزيم حق الجنبية تم مشاهدته في خانة السيارة. تم ايش؟ مشاهدته في خانة السيارة بس ما وصلوش. مشاهدته؟ أيوة يعني موجود.
بعد هذا تم تحويل القضية إلى محكمة في نبع الشمال آمنة. جلسنا فترة في النيابة لحتى صدر قرار اختطاف وسرقة وتزوير وإدلاء بيانات كاذبة. بعد القرار هذا حق النيابة تم تحويل القضية إلى المحكمة الابتدائية. جلسنا في المحكمة الابتدائية، عقدنا عدة جلسات في المحكمة لحتى صدر حكم في تاريخ 25/10/2010، وكان الحكم بحبس المتهم لمدة 7 سنين بثبوت تماثل الخطوات وتسليم والدي 200,000 ريال. قلت يا قاضي وين أخي لما تحكم 7 سنين حبس؟ أين أخي؟ ما قد حضروا يا أخي، أدانا بالخطاف وأخي ما بحدا. استأنفنا الحكم، تم تحويل القضية إلى محكمة الاستئناف. جلسنا 3 سنين لحتى صدر قرار بإعادة القضية إلى النيابة ومعرفة مصير المجني عليه هل هو حي أو ميت. رجعت القضية من جديد إلى النيابة، تم التحقيق مع المتهم لحتى صدر قرار تام تكميلي بأن المتهم قتل عمدا وعدوان وإخفاء الجثة والأداة المستعملة في جريمة القتل. بعد القرار هذا تم تحويلنا إلى المحكمة الابتدائية مرة ثانية. طبعا تحولت عند القاضي نفسه اللي حكم أدانة بالخطأ، حكم ببراءة المتهم وسرعة الفرج عليه فورا. هذا الحكم الثاني منه. الحكم الثاني من نفس القاضي منصور الذبحاني. القاضي منصور الذبحاني حكم بالقضية مرتين، الحكم الأول أدانة والثاني حكم براءة. استأنفنا الحكم، قلنا ليش قاضي براءة؟ قال ما في جثة لعدم كفاية الأدلة. غريب موجود، سيارة موجود، بطاقة موجود، رخصة جنبي، كل شيء موجود، كل شيء موجود حتى أدوات أخي. احنا نشي نعرف مصير الولد عينه، قضية واضحة وضوح الشمس. يعني حتى الملابس حق أخوك لقيتوها؟ كل شيء موجود مع المتهم مع الغريب. قضية واضحة وضوح الشمس. أنا أشفسر ليش هذا الماضي هذا والطلع والنزل ليش؟ قضية واضحة يا أخي، افصلها بيننا وبين الغريب هذا. لنا ولا علينا طبيعي. اما طلعه ونزله 18 سنه ما قد وقعش. 18 سنه 18 سنه. ايوه بعد ما رجعت بعد حكم هذا البراءه، بعد حكم البراءه هذا تم استئناف الحكم. كون الحكم يعني لا يرضى الله ولا رسول بالحكم هذا. استأنفنا الحكم، جلسنا في محكمة الاستئناف حوالي 5 سنين لحتى صدر قرار، يعني بدون حكم يعتبر. بيرجع القضية للنيابة من جديد لمدة شهرا فقط، والرفع إلى شعبة يعني خلال شهرين، والرفع إلى شعبة ما تم. رجعت القضية ملف القضية للنيابة من جديد. جلسنا يعني 3 شهور 4 شهور. تم تحويل القضية من النيابة للبحث الجنائي. تم دراسة ملف القضية من البحث الجنائي، اطلعوا على ملف القضية، استنتجوا من خلال دراسة ملف القضية يتم طلب المتهم وعدة أشخاص، رفعوا تقرير للنيابة للموافقة، والموافقة ضروري موافقة النيابة. النيابة تلزم ضوء أخضر يتحركوا بالقضية. التقرير هذا اللي رفع البحث الجنائي للنيابة تم إخفاء من النيابة، تم إخفاء من النيابة نهائيا. أنا رجعت قدمتها أنا وقت الجلسة، أنا كان معي صورة. قدمته عند القاضي، والقاضي موجود مطلع على هذا القاضي. وين الملف؟ الملف الأصل؟ الأصل مخفي، التقرير حق البحث الجنائي خفوه، تم إخفاء في النيابة. أنا اديت صورة. ما المصلحة من إخفاء؟ طالبته بحث في أيادي خفية بتعرق العدالة، أيادي خفية بتعرق العدالة. طيب لما طالبتوا الملف ما قالوا لكم؟ غير موجود في الملف، ما بش هكذا منكرين يعني. رجع الملف من النيابة، تعدلت النيابة تنفيذ القرار الضوء المتهم. القاضي اتهم ضوء أخضر يعني يتحركوا مدة شهرين يبينوا مصيره ويكشفوا مصير الولد عينهم ومعرفة مصير المجني عليه هل هو حي أو ميت. المقصود بعد هذا بعد ما تحول الملف عقدنا عدة جلسات، بعدين صدر حكم في 5/3/2023 وكان الحكم بإلغاء البراءة وإلغاء القرار التام التكميلي بواقعة القتل العمد، وإرجاع الملف للنيابة وممارسة البحث والتحري على أن تشمل إجراء الشخص المستأنف ضده المتهم. النيابة طعنت المحكمة العليا. نعم. جلس الملف في المحكمة العليا حوالي سنة كذا أو 6 أشهر 7 أشهر كذا، عدى ورجع لحين الملف في 29/1/2024. يعني الغوا وافقوا على طعن النيابة، الغوا الحكم على الاستئناف ورجعوا القضية دحين لها محكمة الاستئناف الأمانة للفصل في القضية من جديد وبتشكيل جديد، يعني شعبة غير شعبة. تمام. دحين القضية منظورة أمام القضاء في محكمة الاستئناف الشعبة الجزائية الثانية. والله إحنا نشي نطالب ونناشد
ويشتوا 18 سنة من جديد. ويشتوا ذحين 18 سنة من جديد. يا خبر افصلوا القضية بيننا، افصلوا القضية بيننا، افصلوا القضية. هذا ملف القضية، هذا ملف مع باقي. ما الملف ملف، هذا غير جزء لا يتجزأ من ملف القضية. احنا شريعة 18 سنة طلع نزل ليعي. افصلوا القضية لنا ولا علينا، افصلوا القضية بيننا احنا والشخص هذا. غريب موجود، أين مصير الرجال؟ حقكم على الغريب، يسألوا الغريب أنت أنقذ أنت فنه جالس في السجن بيقولوا شرب ريحنا كذا. إحنا نشي سرعة الفصل في القضية، فصل في القضية لنا ولا علينا. إحنا ما نقول شيء لنا ولا علينا. فهذه مناشدة إلى وزير العدل وإلى النائب العام وإلى رئيس المحكمة العليا بالتدخل في قضيتنا، والتوجيه إلى محكمة الاستئناف الشعب الجزائية الثانية بسرعة الفصل في القضية. إحنا حقنا ما إحنا مفلتين، حقنا ما إحنا مفلتين لو جزء 100 سنة، بس إحنا بصير الظلم ظلم في القضاء ظلم. إلى متى أقول في لعبة في أيادي خفية بتعرقل العدالة بعد ما يتم إخفاء الأوراق من ملف القضية مع الباقي. في أيادي خفية بتعرقل العدالة، وهذا ظلم لا يجوز. وتحياتي وسلامي.